السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام الصحة واحسن حال. النهاردة هنعمل معاكم طريقة القرنبيط. معانا يا حبايبي قرنبيطة مقطعينها وغسلينها، ومعانا 8 معالق من الدقيق. هنسلق القرنبيط، هنقول لكم المقادير بعدين. ماشي يا حبايبي؟ نسلق القرنبيط الاول هنقول لكم المقادير. ضفنا حلة على النار، حطينا فيها معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون. هنسلق معاكم القرنبيط يا حبايبي. المية غليت معانا، هنسقط فيها القرنبيط بالشكل ده. بالشكل ده يا حبايبي. هنعمل معاكم بطاطس بردي نفس خلطة القرنبيط، هنديها نص سلقة، مقطعينها بالشكل ده. هنديها نص سلقة يا حبايبي. أول ما يغلي معانا القرنبيط 10 دقايق هندليه. هنعمل معاكم الخلطة. هنيجي معانا على الخلطة يا حبايبي. معانا 8 معالق من الدقيق، 3 معالق من النشا. معانا يا حبايبي 8 معالق من الدقيق، 3 معالق من النشا. معانا كزبره مقطعينها، وادي الغلاف اللي من بره. 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من النشا. هنضيف التوابل يا حبايبي. هنضيف نص معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون يا حبايبي، ربع معلقه من الشطه، نص معلقه من الكزبره. هنضيف بيضتين. عفوا يا حبايبي. الحمد لله. هنضيف الكزبره يا حبايبي مقطعناها مع بعض. ما عنديش يا حبايبي اللبن الطازه، هنضيف معلقتين من لبن البودره. جربوا معايا الطريقه دي، تاكلوا معايا احلى قرنبيط مقرمش يا حبايبي هيبقى معاكم. هنضيف الميه الدافيه. بسم الله. جربوا معايا يا حبايبي الخلطه دي، هتاكلوا معايا احلى قرنبيط والله، بيبقى مقرمش خالص. 3 معالق النشا بيفرقوا كتير والله يا حبايبي. جربوا معايا الخلطه دي، مشوا معايا خطوه بخطوه، هتاكلوا معايا احلى قرنبيط ان شاء الله. بقيت بالقوام ده يا حبايبي. شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله. هنركنها يا حبايبي. هنجيب الغلاف اللي من بره واصل، هنضيف له ربع معلقه من الملح، ربع معلقه من الكمون، كزبره يا حبايبي، معانا كده يا حبايبي. خلطه القرنبيط جهزت معايا. وقد البطاطس يا حبايبي سلقت معايا نص سوا.
هعمل معاكم بطاطس بخلطة القرنبيط. سلقت معايا نص سوا بالشكل ده، وادي الغلاف اللي من بره. نقلب المقادير مع بعض كده. جربوا يا حبايبي الخلطة دي، والله العظيم جبارة، هتشوفوا الفرق. كده جهزت معايا، كده الخلطة بتاعتنا جهزت معايا. شايفين الجمال؟ الشكل ده يا حبايبي. كده كل حاجة جهزت معايا، فاضل القرنبيط يستوي وهنرجع لكم بنحمر على طول. حبايبي بعد ما استوى معانا القرنبيط بالشكل ده، جدا حشناه من الميه يا حبايبي، جينا ضفناه في الخلطة. هنعمله بالشكل ده بالشوكة يا حبايبي، هنضيف في الخلطة البرانية. جربوا معايا الطريقة دي، والله العظيم هتاكلوا أحلى قرنبيط إن شاء الله. بسم الله. جينا على الخلطة اللي من بره يا حبايبي، كانت معانا بالشكل ده. النشا يا حبايبي هخليها معايا مقرمشة خالص. بقت معايا بالشكل ده. هنيجي معايا على الزيت. دافين طاسة على النار، دافين فيها الزيت يا حبايبي، قدح معانا لازم يسخن جامد. هنيجي نضيف فيها القرنبيط كده بالشكل ده. بسم الله. شايفين ما شاء الله لسه ما استواش يا حبايبي، مقرمش خالص والله. جربوا معايا الطريقه دي هتاكلوا معايا احلى قرنبيط. هنيجي نقول لكم على حاجه تانية يا حبايبي، هنحمر وهنرجع لكم. هنا يا حبايبي عملنا معاكم بطاطس زي ما قلنا لكم 10 دقايق على النار. هنعمل معاكم بتنجان برضه بنفس عجينه القرنبيط. بتنجان يا حبايبي مقطعينه شرايح كده نفس عجينه القرنبيط. هنحمر يا حبايبي كل ده وهنرجع لكم.
بعد ما حمرنا معاكم القرنبيط يا حبايبي بقى معانا بالشكل ده. شايفين يا حبايبي القرمشه بتاعته؟ شايفين ما شاء الله؟ ده بالله يا حبايبي مقرمش خالص، جميل جميل جميل. شايفين يا حبايبي؟ جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. شايفين القرمشه؟ شايفين ما شاء الله؟ شايفين من جوه ازاي مقرمش من بره ومن جوه جميل وطري. شايفين يا حبايبي الجمال؟ هنحمر معاكم البتنجان وبطاطس ونرجع لكم. ادي رجعنا يا حبايبي بعد ما خلصنا من التحمير معاكم. البطاطس بقت معانا بالشكل ده. شايفين يا حبايبي الجمال؟ والقرنبيط عملنا معاكم سلطه والمخلل اللي خليناه مع بعض يا حبايبي، الشطه والجزر. شايفين الجمال؟ وادي البتنجان يا حبايبي بالشكل ده. شايفين يا حبايبي؟ شايفين ما شاء الله؟ شكله جميل خالص. وادي معاكم القرنبيط. عملنا معاكم بطاطس اللي هي المسلوقه المهروسه، ضفنا لها ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه من الملح. وادي اللفت اللي خليناه مع بعض يا حبايبي. شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايبي؟ وادي غدانا كان بسيط وسهل وسريع، حاجه كده على قد الايد بالشكل ده. شايفين القرنبيط جماله يا حبايبي؟ ومع السلامة يا حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك بالقناة والشير واللايك والضغط على الجرس. اهم حاجة اللايك بالله عليكم، اللايك علشان يرفع الفيديو. مع السلامة.